عملوا عليه فيلم ودخلوا له من سكة غريبة، سكة بدايتها زي نهايتها. 2 ستات استدرجوا راجل مسن لإقامة علاقة معاه، ده الظاهر، لكن في الحقيقة كان ليهم هدف تاني خالص. ال2 ستات دول كانوا مستعدين يعملوا أي حاجة علشان الفلوس. البعض هيستغرب إزاي يعرضوا نفسهم ويوقعوا الراجل ويفرطوا في سمعتهم بالطريقة دي، ما هم أصلا الستات دول معروفين إن سمعتهم سيئة وليهم في السكك دي الغير شرعية ومتعودين على العلاقات دي، بدليل دخولهم على الراجل العجوز بالطريقة دي. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ مفاجأة كشفتها التحقيقات عن اللي عملوه بمساعدة 2 رجالة كمان. لما تعرف التفاصيل هتحس ان ده سيناريو فيلم او مشهد في مسلسل، لكن للاسف حصلت في الحقيقه، حصلت في التجمع الخامس. تفاصيل كشفتها التحقيقات في رحيل الراجل العجوز ده هتتصدم لما تعرفها، وده حسب اللي نشره موقع القاهره 24 من خلال الاوراق اللي حصل عليها الموقع. ان الاربع متهمين هم سيده سين ومنة الله وعمر عين ومحمد عين، دول يتقال عليهم رايا وسكينه التجمع الخامس. الاتنين ستات دول قادرين فعلا، ما عملوش حساب لاي حاجه، عندهم هدف وكانوا عايزين يحققوه بغض النظر عن اي حاجه وكل حاجه، لدرجه انهم ينهوا حياه بني ادم. هتستغرب ازاي 2 ستات يعملوا كده في راجل عجوز، والغريب انهم عصابه مكونه من 4 اشخاص، 2 ستات ومعاهم 2 رجاله. دول بقى مكان عبد العال وحسب الله، اتمسكنوا لحد ما اتمكنوا وخططوا ورتبوا واتفقوا هيعملوا ايه، لحد ما قرروا ان واحده منهم هتستدرج الراجل العجوز ده وتغريه بطريقه ما، وضحكت عليه وعملت له البحر طحينه. ال2 ستات دول وصلوا البيت، واحده منهم رنت الجرس ودخلت للراجل، والتانيه استنت بره بتراقب الوضع لحد ما صاحبتها تخلص مع الراجل ده هتدخل ويلموا اللي يقدروا عليه، وده طبعا سبب الواقعه، واقامه العلاقه معاه كان سبب ظاهري مش اكتر. المهم ان الست دي بعد ما دخلت بدا يحصل المشهد زي ما كانت مخططه له، ولسه هيحصل ما بينهم حاجه. فجاه المجني عليه كشف الحيله اللي عاملينها وحاول يقاومهم، لكن للاسف ما قدرش. هنا صاحبتها دخلت لها البيت وبداوا يخلصوا عليه، وقعوه على الارض وكتفوه بسلك كهرباء علشان يشلوا حركته، وكتموا نفسه بادوات كانوا محضرينها معاهم، وحصلت اصابات كبيره في جسمه وضحها الطب الشرعي في تقرير الصفه التشريحيه. طبعا تم القبض عليهم، والحقيقه ان محدش يعرف اتقبض عليهم ازاي، لكن الجمهور على السوشيال ميديا قالوا اكيد الكاميرات اللي كانت موجوده حوالين المكان لقطتهم، ولما حصلت الواقعه كانت بسهوله يقبضوا عليهم، والكل كان مستغرب. هو راجل غلطان، وطبعا حرام ان هو يعمل كده مع ست مفيش صله شرعيه ما بينهم كجواز، لكن دي حاجه بينه وبين ربنا، وهو وقع في شر اعماله وجزاؤه كان من جنس عمله. لما فكر يعمل حاجه غلط مصيره انه فارق الحياه بالطريقه البشعه دي. انتوا بقى شايفين الواقعه دي ازاي؟ هل مصيرهم هيكون عشماوي زي ما الجمهور على السوشيال ميديا بيطالب، خاصه بعد اعترافهم بالواقعه والتحقيقات والتحريات اللي تمت بالقضيه انها لبسهم؟ شاركونا برايكم في الكومنتات.